عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معي في قناه خولة شانيل. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم بسبوسه دانون اللي دايره ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم، واللي عجباتو ما ينساش يدير لايك، واللي باقي مشترك في القناه يشترك باش توصلوا كل جديد. خليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي هنا 2 بيضات، كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت دانو بنكهه الفاني، كاس لاروب الحليب، ساشيه ديال الفاني، 2 ساشيات خميره الحلوى ما يعادل 16 غرام، 2 كيسان ونص تسميد الرقيق ما يعادل 250 غرام، ومعلقه ديال الكوك، وقبيصه ديال الملحه. هنا كنضيفوا البيض ديالنا في الاناء، كنضيفوا كاس لاروب ديال السنيده، وفانيليا، كنخلطوا الخليط جيدا حتى كيولي لنا على شكل كريمه. هنا بعد ما خلطنا الخليط ديالنا كيولي لنا على هذا الشكل هذا، كنضيفوا عليه كاس لاروب ديال الزيت، كنخلطوا الخليط ديالنا جيدا. نضيفوا دانون، كنضيفوا الحليب، كنضيفوا معلقه كبيره ديال الكوك، هنا كنضيفوا السميد الرقيق 2 كيسان ونص ما يعادل 250 غرام، و2 ساشيات ديال خميرة الحلوى ما يعادل 16 غرام.
نخلط الخليط ديالنا جيدا. كنخليو الخليط ديالنا يرتاح لمدة 5 دقائق. بعد ما حضرنا المول اللي غنديرو فيه، كندهنوه بالزبده، كنرشو عليه السميده. هنا بعد ما داز 5 دقائق كنخويو الخليط ديالنا في المول. هنا بعد ما خويت الخليط ديالي كله في المول، كنقادوها على شكل المول. وهنا كنكون ديجا درت الفران يسخن على درجة الحرارة 180. كنشعلو عليها من التحت حتى كطيب لينا، كنشعلو عليها من الفوق. هنا بعد ما طابت لينا البسبوسه ديالنا، كنسقيها بعصير الليمون وهي سخونه. انا هنا غادي نزينها بالكوك، وكل يزينها باش ما بغى اللي عنده موجود في الدار. كنتمنى ان شاء الله هاد البسبوسه تنال اعجابكم، واللي عجباتو ما ينساش يدير ليا لايك، واللي باقي ما اشترك يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصلو كل جديد. شكرا، للفيديو القادم ان شاء الله.